صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. صدمة للجميع، صدمة لكل اللي سمع الخبر اللي احنا هنقوله لكم النهارده ده. صدمة بجد لعريس المرج. ايه اللي حصل؟ طبعا قلنا لكم ألف مرة إن إحنا متابعين بعض المحاميين اللي بيتكلموا أو ماسكين ومهتمين بقضية أحمد مجدي عريس المرج. إيه اللي اتقال امبارح على صفحتهم؟ اتقال إن ظهرت واحدة وبتقول لبعض المحاميين أو صحفي اتصل بيه وقالت له خد بالك إني أنا كنت على ارتباط بأحمد مجدي 5 سنين بس عن طريق بنت عمتي. تقريبا بنت عمتها كان في علاقة ما بينها وما بين أحمد، يعني صحوبية كده بسيطة، وديت كانت تعرفها عن طريق بنت عمتها. فطبعا بنت عمتها بعد ما اتخطبت اتقطعت العلاقة ما بين أحمد وما بين بنت عمتها. وطبعا هي كانت يعني عارفين انتوا اللي كانت ايه، يعني واسطة ما بين الاتنين، يعني كانت ايه واسطة ما بين بنت عمتها وما بين أحمد مجدي. المهم بتقول انا فضلت العلاقه ما بيني وما بين احمد طبعا صحوبيه واخويه، ففضلت مستمره. فجه في يوم من الايام اكتشفت ان احمد اتجوز. الف مبروك، مش الف مبروك طبعا، على التليفون عنده، وكنت على طول بطمن عليه وبتصل بيه كاخويه مش اكتر. ففي يوم اتبعت لي من على الواتس صوره ومبعوت لي كده انت ما تعرفيش ان احمد اتجوز. فطبعا هو كان قايل لي، فقلت نعرف طبعا ان احمد اتجوز، الف مبروك. وراحت بعتالي طبعا صورتها وصورته، عرفت على طول ان هي مراته. وطبعا لما شافت تليفون احمد وعرفت ان انا ببارك له ولا بعتله رساله ولا حاجه، فغارت فحبت تعرفني يعني اللي هم ايه متجوزين. فطبعا قعدت تقول كلام، انتوا عارفين طبعا ان هبه تربيه شوارع او تربيه بلطجيه، واحده يعني من الاخر كده اللي ربوها بلطجية زي ما احنا شايفين كده وبنسمع عنها كل يوم. فطبعا قالت لها أسوأ الشتايم وأسوأ الكلام. البنت راحت عاملة ايه؟ هترد عليها، قامت هبه قامت عامله لها بلوك. الكلام ده كان امتى بالظبط بقى؟ الكلام ده يوم ما حصل ما بينها وما بين هبه كلام، كان يوم 20/12. من يوم 20/12 اخر 10 ايام في شهر 12 هبه بدات تنزل صور كتير قوي على التيك توك لاحمد وليها للفرح، يعني زي ما تكون بتقول ايه اللي ما يعرفش يعرف. في ناس بتقول لما سمعت الكلام دوت بتقول إيه، اكيد طبعا هم بيلزقوا لاحمد تهمه ان هو كان يعرف واحده تانية او كانت قضيه خيانه ولا حاجه، عشان كده حصلت ايه ما بينهم مشكله. وناس تانية بتقول لا بالعكس، ده هي كده كان مبيته النيه اللي هي تتخلص منه، يعني كانت غيره وحقد فعايزه تتخلص منه. هو فعلا في واحده، يعني في واحده اتصلت والحوار ده دار، ولا ده حوار هم عاملينه اهل هبه؟ ده برضك اللي احنا عايزين نعرفه الايام الجايه. طبعا احنا بنخش كتير قوي على الجروبات عندهم، بنخش على اخواتها وبنخش على اخوات احمد، بنخش على ابن عمتها كريم، بنخش عليهم كلهم، حتى المحاميين برضك بنخش لهم عشان نشوف كل واحد بيقول ايه وكل واحد رايه في الموضوع والقضيه ديت ايه. فلما المحامي اتكلم وقال على اللي حصل، طبعا بيشكك وبيقول ممكن تبقى دي واحده بتقول كده تبع اهل هبه علشان تخلي القضيه تروح في حته تانية خالص، ان هي ما كانتش مرتبه له ولا حاجه، دي كانت قضيه خيانه. احمد كان مثلا ماشي مع حد او كان ناوي يمشي مع حد او بيتكلم حد في التليفون وهي اكتشفت، فعلشان كده هي هبه عملت كده او حصلت مشاجره على كده. ما حصلتش مشاجره على الاكل ولا حاجه. فطب هي هبه ليه ما جابتش السيره ديت قدام النيابه؟ والله ده انا لقيت على تليفونه كذا، فانا طبعا اتخانقت معاه عشان كذا، مش اتخانقت معاه على اكل. وطبعا احمد اساسا مش من النوع اللي كان بيطلع يتخانق على اكل، وده بشهاده الشهود ان احمد كتير قوي كان بياكل تحت، يا اما كان بينام تحت كمان. فهو ما كان مكبر دماغه خالص منها، وقبل كمان الحمل كان مكبر خالص دماغه منها. فمش معقول هتبقى الخناقه على اكل. فهي هبه لو عايزه تقول حاجه زي كده كانت قالتها قدام النيابه، والله ده كانت المشكله والخناقه كلها على واحده مش على اكل. يعني انا اتخانقت معاه لما لقيت مثلا بوست ولا حاجه كده معمول عنده على الواتس، فانا اتضايقت.
طب الله، انت كده بتتكلمي على الاكل، ما بتتكلميش ان انت لقيتي حاجه عنده على الواتس ولا حاجه. يعني من الاخر كده انت كنت متغاظه منه وانت ما كنتش واخداه على حب. ايوه، هبه ما كانتش واخده احمد على حب، وكانت حتى في كب الكتاب تحس ان هي كانت قرفانه. انتوا لو خدتوا بالكم كده من كب الكتاب او الفيديو بتاع كب الكتاب، كانت بتبقى مكشره او قرفانه بتزقه بايديها. يعني كانت قرفانه من الاخر. الله، ما كانت متجوزاه ليه؟ كانت متجوزاه علشان تخلص من اخواتها. كان معاها 3 اخوات على طول كانوا بيضربوها، طبعا ابوها ميت، وامها كمان كانت بتتضرب من اخواتها. يعني انتوا عارفين بقول لكم، يعني عيله بلطجيه من الاخر، يعني عيله جايبه اخرها في البلطجه. كانت بتبلطج على الشارع وبتبلطج برضك على اي حد من الجيران. ايه، الجيران ما كانوش طايقينهم. فتربيه زي ديت عايزين منها تبقى ايه؟ الام نفسها كانت بتتهزق من هبه، يعني هي اساسا كانت بتهزق امها. فعايزين من واحدة زي كده ايه؟ واحدة كانت 15 يوم وكانت يعني ضاربة جوزها وكانت مخربشاه من رقبته وعضاه. 15 يوم جواز. يعني واحدة زي دي نتوقع منها كل حاجة. وبأمارة اللي هي كانت مبيتة النية، اللي هي كانت بتجيب على التليفون بتاعها القتل الخطأ، وازاي اضرب الضربة القاضية تخلص على الواحد، وازاي برضك اطلع منها يعني زي شعرة من العجينة. فهي كان بتدور على كل حاجة قبل ما تعمل أي حاجة. وهنتكلم تاني ونقول إيه اللي برضك فضت الشقة من كل حاجة، علشان يعني لما يجي يحصل حاجة تبقى هي في أمان. يا جماعة، أنتوا متخيلين إن المحامي بتاعها راح قبل ما هي تروح النيابة؟ يعني قبل ما هي تروح النيابة كان المحامي بتاعها هناك. يعني ناس مرتبة. الناس مرتبة. انا هعمل كذا ويوم كذا وهبعت له واقول له هات لي زيت. طب ما انت كان عندك زيت في الضرفه، بعد بتقولي له تتصلي بيه تقولي له تعالى كل وهات لي زيت معاك. ايه ده؟ طب ما انت عندك زيت في الضرفه. اصل تعالى كل ديت يعني مش هتيجي معاه، هو كده كده ما بياكلش في البيت. طب هقول له هات زيت بقى معاك. طب الله، جاب لك الزيت. لا، اصل انا كنت عامله حسابي ان هو هيتضرب في اليوم دوت، عشان اليوم ده في ماتش وفي حنه واخته كمان هتسهر بره. يعني كنت مرتبه. ايوه، انا كنت مرتبه. فاحنا برضك عايزين نفهم ونعرف، هي الشخصيه اللي ظهرت ديت شخصيه حقيقيه، وكان في كلام ما بينها وما بين احمد، وحصل تاتش ما بينها وما بين هبه على الواتس او على صوره، وان هي اللي بتكلم احمد او بتبارك لاحمد ليه ومين ديت؟ ولا اساسا ظهرت ديت ظهرت بس علشان تشوش على القضيه؟ وهم طبعا بيفكروا كتير، لان هبه على طول بيروح لها المحامي يتكلم معاها ساعتين بس على انفراد، نلاقي هبه غيرت اقوالها خالص وقالت حاجه تانية. يعني كل مره بتغير اقوالها وبتقول اي حاجه تانية. بس رئيس المباحث بيأكد ان هي كل ساعه بقصه، والقصص بتاعتها ما بتاكلش معانا. وكده كده ديت قتل عمد، يعني دي كده كده محبوسه محبوسه. ان شاء الله ان شاء الله اعدام، بس طبعا بعد ما تولد وبعد سنتين الرضاعه. يعني ان شاء الله باذن الله بعد 2 و6 شهور ونص كده، عشان هي بس خدت كام يوم من تالت. يعني 2 و6 شهور ونص ان شاء الله هنشوف الحكم عليها. هنسكت؟ لا، مش هنسكت. هنفضل نتكلم على قضيه احمد مجدي لحد ما يجيله حقه. وهنفضل برضك نتكلم على قضيه كريمه عروسه المنوفيه اللي اتضربت وتعذبت وتهانت منها ومن حماتها ومن سلفتها لحد ما ماتت. الاتنين دول مش هنسيبهم لحد ما نجيب حقهم ان شاء الله، علشان ما تتكررش كل يوم وكل ساعة موضوع العرايس الغلابة اللي بيخشوا اذا كانت عروسة او عريس، ان هما يحصل لهم اللي حصل لهم دوت. قضية احمد مجدي احنا متابعينها بالساعة وبالثانية وباليوم، كل يوم مع المحاميين او مع المهتمين بالقضية. وخدوا بالكم كريم كل شويه بيبعت، يعني انا عن نفسي على طول متابعاه، بيبعت على طول عشان عمل لي طبعا صداقه، فبيبعت على طول حاجات كده بتستفز اللي قدام منه. بس على مين؟ احنا هنفضل صلبين، وبرضك مش هنستفز من اي حاجه، ومش هطلع اتكلم الكلام اللي انت عايزني اطلع اقوله ولا اعيده دوت، لان ده كلام فاضي. وعمري في حياتي ما هبيع القضيه عشانك ولا عشانها ولا عشان حتى امها اللي انت باعت لي صورها وبتقول لي حرام عليكي. هي ما تصعبش عليكي دي ولا ايه؟ زي ما اخوات احمد صعبانين عليكي، دي مش صعبان عليا خالص. دي واحده كانت مرتبه مع بنتها من قبلها بيوم وعارفه بنتها هتعمل ايه. واحده اتصلت بامها، هي في نفس اليوم دي هبه اتصلت بامها علشان طبعا تقول لها انا عملت ونفذت
وكان الموضوع عادي خالص، راحت جابت لها محامي هي وابن عمتها اللي بيطلع كل ساعة والتانية يدافع عليها. بنقول لكم تاني اهو، احنا مش هنبيع القضية، وهنفضل ضد هبة كلنا، وهنجيب حق احمد. وكثرة اخواته وقلب اخواته عليه هنكسر برضك قلبكم على هبة بنتكم. مستنية اخواتي في التعليقات يقولوا لي ايه رأيهم على اللي بنسمعه وبنشوفه كل يوم.